صباح الخير على احلى متابعين في الدنيا كلها. منورين دايما قناة يومك اجمل مع ام فارس. يلا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. لنا ايه بقى النهارده يا ام فارس؟ اعمل دي يا دودو بقى شويه اجنحه كده سبايسي، بس ايه بقى شطشطه. ايه رايك؟ تمام. تمام. اول حاجه كده جبت كده الطاسه وضفت فيها كده شويه زيت محترمين، وبعد كده جبت بصلايه كبيره كده بشرتها بشر كده متوسط، مش ناعم ولا خشن، ونزلت بالزيت كده. تمام كده. انا معادك النهارده عندي بس عشان تتعلمي. يلا يا ما وريني ما عرفت حاجه. انا عايزه البصله تاخد لون معايا. دي بنت سلفى يا جماعه، قاعده معايا كده يومين، فايه بقى فاني مدخلاها المطبخ معايا، حشرتها كده معايا في المطبخ. اتعلم. انا عايزه البصله تاخد لون عشان تدي للصلصه لون، فاهمه؟ تبلي كده البهار كده البصله، نص معلقه ملح كده، رشه من الفلفل الاسود كده، 7 بهارات، بابريكا، الشطه بقى دي جباره جباره يا دودو. نكتر. الله الله على الجمال يا ام فارس. الحق الله. كده خلاص بقى نقلب كده البصله، ما اقولكيش بقى عشان ما يدودو. تمام. كفايه عليها بقى كده يا دودو حمار. جبت كده طماطمتين كده بشرتهم بشر ناعم على المبشره، مش على الكبه ولا حاجه عشان الكهرباء قطعه. وهنزل بقى كده بسم الله الرحمن الرحيم. واو. مش بس كده، مش حر بس كده، لا تاني جبت كده فلفل حر بقى كده عشان ايه شطشط. حلو ده نزل كده بالفلفل عشان طلبها سبايسي، لازم نسمع كده. نغطيها 10 دقايق بالظبط نغطيها. جبت الاجنحه كده غسلتها ونضفتها شويه وشلت القطعه دي منها كده، شايفه؟ نضفتها. اهم حاجه انك تغسلي الفراخ حلوه عشان يبقى ايه طعمها ما يكونش فيه زفاره ويكون حلو. جبت بوله بقى كده وفضيت فيها، اتبلها برضو ماشي. شويه ملح، فلفل اسود، بابريكا، بهارات فراخ. تمام. تمام. واحط بقى كده يا دودو المعلقه العسل دي بقى بتخلي الفراخ معايا ايه بقى مسكره وزي العسل. واو. بيعمل ايه بقى العسل الاسود ده؟ بيخلي كده اللي معاك الفراخ لونها كده زي اللي انت شوياها بره، بتبقى طعمها مسكر كده وجميل. ممكن نستبدلها برضك بالصوص، فانا بستغنى عنه يعني وبستخدم العسل. اقلبهم بقى كده. هسيبهم بقى في التلاجة شويه يشربوا من التتبيله بتاعتهم. تمام. نحط بقى كده معلقتين زيت كده عشان ايه لو معانا الفراخ كده. هنا بقى جبت الصينيه بتاعتي ورصيت بقى كده فيها الاجنحه. طعمها حلو قوي بجد والله بصراحه. جربوها بقى كده وهتدعوا لي. طبعا انا عملتها معاكم قبل كده على القناه بطريقه تانية، بس دي طريقه برضو جربوها وتدعوا لي عليها.
وربنا يحسن ما بين ايديكم يا رب، لان دودو مشتركه معايا فيها فلازم تطلع حلوه يعني. حبيبتي تسلمي يا ام فارس. بقى خلاص يا دودو الصلصه عايزاها كده شايفه. ابدا ان انا بقى احطها ايه على الاجنحه كده. بجد يا هدى لو جربتها النهارده مش هتبطلي انك تعمليه. اي حاجه من ايدك يا ام فارس تحفه. نعمل معاه شويه رز بقى كده بسمتي كده. خلاص يا دودو كده خلاص خلصت. معلش يا جماعه الاضاءه الكهرباء قطعه فانا بصور ايه وبالاضاءه مفيش اضاءه. شكلها جميل. حطيت بقى كده على الوش زيت وادخلها بقى الفرن كده تعيش حياتها عشان تبان حلوه. خلاص دخلتها كده الفرن. حطيت كده معلقه سمنه كبيره. اعمل شويه رز بقى كده، شويه زيت. نعمل الرز اصفر ولا ابيض؟ اصفر. هنا بقى فرمت بصلايه. انا بعمل الكبسه بكم نوع يعني، بعمل ساعات كبسه بالبصل والطماطم وساعات بعملها بالشوربه. شوحي بقى كده البصلايه لحد ما لونها يصفر بقى. ليمون مجفف، هستخدم بقى قرفه خشب وورق لورا اقلبهم كده مع بعض. لازم يدوبوا كده عشان تاخد ايه البصله، تاخد نكهه البهارات كده، نكهه القرفه. ربع معلقه كده من بهارات الكبسه. انا عامه انا بحب البهارات يكون ايه يعني ما بكترش البهارات يعني بكفي بالليمون والقرفه بس. معلقه كبيره كده بقى من الكركم. شفت كده طماطميه صغيره بس طماطميه صغيره يعني مش كبيره. طبعا انا ما عنديش شوربه بس عندي بقى كيسه قش بتاع شوربه كده ببقى مخزناها في الفريزر. اما يكون عندي شوربه بواقي لحمه يعني ولا بط ولا حاجه بروح عيناها كده في كيس تخزين كده في الفريزر. يعني بتنفعني في يوم مثلا لما يكون عندي مثلا عامله كبسه ولا يوم ما عنديش شوربه بتنفعني يعني. بعينها الباميه بالذات يعني في الفريزر بروح مطلعها على طول كده وقت الاستخدام واستخدمها. مكعب مرقه ماجي عشان كده يظبط الطعم معايا. بحب يعني اضيفه في حاجات معينه عندي برضو كده. معلقه ملح. هسيبها تغلي بقى وبعدين ارجع لكم تاني. خلاص كده الشوربه كده غلت خلاص. هضيف الرز بقى. انا كنت غسلاه كده وصفيته بالمصفى. يا دوبك بقى كده لو كوبايتين رز عليهم كوبايتين ميه. يا دوبك كده الشوربه او الميه تغطي الرز كده حاجه بسيطه واسيبه كده ياخد غلو. هنا بشرت بقى كده جزره اضيفها كده. كده خلاص ما عادش عايز اي حاجه خالص. احنا بنحب نحط لها زبيب. غسلت لها شويه زبيب بقى كده. تحبيه يا دودو؟ جدا. اوطي عليها بقى كده واسيبها تترد خالص. دي ايه بقى؟ دي يا دودو صلصه للكبسه. بشرت كده طماطمتين 2 على المبشره وقرن فلفل حار وجبت علبه زبادي صغيره. ما اقولكيش بقى على طعمها تحفه في الكبسه. معلقه بس خل، ما تكتريش خل. حاره اهي، هو ده كل الاكل يبقى حار. وكمون ورشه بسيط خالص من الملح.
عجنها اهي، شايفين؟ نار سبايسي بدرجه رهيبه، شايفين؟ طبعا انا عامله لاولادي بقى الصغيرين نوع مش حر بقى عشان ما يعرفوش ياكلوا من ده. ما شاء الله. انا مش عارفه اعمل قوي عشان سخنه. كده خلاص الفراخ خلصت والرز كده خلاص خلص. ازيك يا حاجه غدا النهارده؟ تسلم ايدك يا ماما، تسلم ايدك، تسلم ايدك. يلا بألف هنا. برضه معاك. ألف هنا. الله يفتح حالك، تسلم ايدك.